اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى بنات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا من آخر فيديو نزلت معاكم، على الرغم ان انا الفترة دي على قد ما بقدر ما عدتش بحب أغيب عنكم فترة طويلة. حاسة ان انا جوايا طاقة وعايزة ان انا دايما هصور وانزل معاكم على القناة. اول حاجة كده الروتين النهاردة، عشان انتوا كتبتولي وقلتوا انتوا عايزين روتينات افضل من الوصفات لوحدها، فانا هحاول برضو اللي انا كمان بحب الروتينات والله جدا، بس الوصفة ما اكون عايزة احتفظ بيها او حد يستفاد بيها ولو بحاجة بسيطة من او يطبق الوصفة اللي انا اعملها، الفيديو اعملوه باختصار، ما يبقاش طويل عليكم. فاهمين قصدي؟ يعني الفيديو ما يبقاش طويل عشان تاخدي الوصفة، بعمله في فيديو منفصل يعني. بس ان شاء الله بقى النهارده هنعمل غدا حلو جدا، والفطار زي ما انتم شايفين احلى واحلى. كنت جايبه العيش الكايزر ده، كانوا 8 ب10 جنيه، عشان اقول لكم ان هو احنا بنجيب من وقت للتاني من المخبز. بس شايفين الكميه يعني حاجه كده ما تذكرش. التمن وحدات هما كانوا 8، الاولاد كل واحد خد له واحده، وكنت جايبهم في اليوم اللي قبله. يعني هما كانوا مبهدلين كده او مش منفوخين عشان كانوا من اليوم اللي قبله. فطرنا بقى بيهم، عملتهم كده في التوستر، حشيتهم جبنه ولانشون، وهنفطر كده ايه فطار خفيف سريع مختلف شويه. يعني بحاول على قد ما بقدر ان انا ننوع كل مره يكون الفطار مختلف. انا بحب السندوتشات دي جدا، سواء بقى في التوستر او في الميكروويف، المهم يكون الجبنه سايحه، بس انا ما سيحتهاش قوي لان لما بتسيح قوي الخبز ده بينشف، واولادي ما بيحبوش الفينو او الكايزر ده يكون ناشف. شايفين هو هنا سايح، بس عشان اللانشون السياحه بتاعته، او اللي هو ان الجبنه سايحه مش باينه، بس هتبان دلوقتي بقى والاولاد بياكلوها هتشوفوها دلوقتي. عملت معاهم بقى كده خياره، وكل واحد كده كوبايه عصير صغيره، ورحنا بقى نفطر. ده عصير جوافية بلبن، يعني ده مش لبن خالص، لا ده عصير جوافية بلبن. عملت لكل واحد من الاولاد كده كوبايه، مش على طول بفطرهم بصراحه عصاير يعني، لان هم شايفين بقى الجبنه، لان هم مش مغرمين اللبن بصراحه. فانا بحاول على قد ما اقدر ادخله لهم في الاكلات او المشروبات يعني. الجبنه شايفين كانت بتمط ازاي. خديجه على فكره هي اللي طلبت مني ان انا اصورها، لما لقيتني كانت واقفين جنبي وانا بصور، فشايفين ان الجبنه ما مطتش معايا، فهم قالت لي شوفي يا ماما صور الحته دي. هنعمل بقى النهارده هنعمل احلى طاجن لحمه ضاني بالباميه، او باميه باللحمه الضاني، حاجه كده. انا عملتها معاكم قبل كده، بس عملت اللحمه الضاني بالبسله. النهارده بقى نعملها بمناسبة بالبامية، بمناسبة وجود البامية، احنا في موسم البامية، وكمان بمناسبة كل سنة وانتم طيبين، عيد الأضحى بقى. والناس اللي عندها بامية وعايزة اسفة عندها لحمة وعايزة تغير بقى، يعني اللحمة هتبقى متوفرة ان شاء الله، يا رب تبقى متوفرة في كل بيوت المسلمين، اللهم امين. اول حاجة بقى كده بدأت بيها، حطيت معلقة كده من الزيت، وبدأت أدي للحمة صدمة. اللحمة طبعا غسلها كويس بشوية كده، بشوية من الليمون، وشوية من الدقيق خفاف كده، عشان بس للناس اللي مش حابة الزفارة بتاعتها. بس والله العظيم اللحمة دي ما شاء الله ما كان فيها اي زفارة خالص. ممكن بقى بيرجع لنوع الخروف يعني في فراخ بتبقى بصراحة زفرة بتأسفة خرفان، او يعني اللحمة الضاني بتبقى زفرة. المهم ان في كل ناحية كده بشوحها من الجنب ده شوية والجنب ده شوية،
وبحط عليها اللي هي بهارات ال11 بهار دي، تغني بقى عن اي بهار عندك. 11 بهار يعني ما انتش محتاج الرصه اللي بنبقى نحطها دي. وحطيت كده فصين من الحبهان وورقتين من اللوري. ما حطيتش طبعا البصل على طول، لا انا سبتها شويه، بس انا ايه بختصر معاكم على طول. بعد لما خدتها صدمه من هنا وصدمه من هنا على درجه حراره عاليه، بقوم مهديه عليها تستوى شويه، وبعد كده انزل عليها بالبصل. ده كده بعد ما البصله بقى بدات ان هي تدبل كده وتندمج، بدات ان انا انزل عليها بعصير الطماطم عشان هي هتستوى في العصير ده. لما بتغسليها غسله خفيفه كده بالليمون وشويه صغيرين من الدقيق، او رشه بسيطه من الزنجبيل، ده للناس اللي بتحب اللحمه بس مش بتحب ريحتها. صدقيني مش هتلاقي فيها اي ريحه خالص. رجعت هنا بقى حطيت عليها كده معلقه من الصلصه ديت بيتي، دي الصلصه المعلبه بس احنا بنعملها في البيت. في الاخر كده بقى عشان يفضل طعم الثوم كده باين فيها، بدي الثوم ده في الاخر لما هي تقرب في السوا. يعني انا ما حطيتوش كده وبعدها لا، انا كنت من وقت للتاني يا بنات الصلصه دي لما تنشف، انا طبعا اول ما بدات احط عصير الطماطم بدات اللي انا اهدي. شايفين من وقت للتاني كده لما الصلصه تنشف واحس ان لسه مستوتش، انزل ايه شويه ميه بشويه ميه لحد ما هتستوي بقى. احنا عايزين نعتمد على هتستوي بالبخار بتاعها بالصلصة، مش عايزين برضو الصلصة تكون بزيادة اوي. في الاخر بقى خالص نزلت عليها كده ب2 حباية فلفل احمر او اخضر، بس الاحسن بيكون احمر يعني. الطبيخ بتحب الاحمر، لان انا عامة لما بعمل البامية لازم احط فيها فلفل. خلاص هنا بقى كانت قربت خالص في السوا. هنا البامية كانت مسلوقة اللي هو السليق العادي، يدوبك اعطيلها غلوة بس كده في شوية مية بملح، وخلاص شلتها بقى قمت نازلة عليها على اللحمة على طول. ممكن كانت كمية البامية قليلة شوية، بس هي كانت مناسبة يعني، كانت نص كيلو بامية وده كيلو من اللحمة. وكان ممكن بقى لو انتي تعملي كيلو من اللحمة تحط عليها كيلو الا ربع من البامية، لو انت عايزة كمية البامية تكون كتيرة شوية. نزلت هنا بقى كده في الاخر، احنا في الاخر خالص بنحط الملح لما حسينا ان هي بدأت تستوي. لو حطينا الملح في الاول هتقولك عشان تاخد اللحمة تاخد الحدوقية وتبقى يعني تبقى ملحها كويس والكلام ده، هتأخر معاكي جدا في السوا. بسم الله ما شاء الله اللحمة دي ما خدتش مني وقت خالص في السوا. شايفينها بقى كده تقدري تستغني عنها خالص وتعتمدي على ايه، على انك ما تحطهاش في الفرن. بس ده اسمه طاجن، يعني لازم أنا احط بقى في الفخار بتاعي واحطه يتحمر كده. بصراحة الفخار ده بيدي طعم حلو جدا للحمة وللمعمر وللطواجن. انا عامه من عشاق الطواجن يعني. لو كانت جت في دماغي كنت عملت العجين، كنت عملت كوبايه دقيق عجينه وحطيتها على الوش بقى، وحطيت عليها حبه البركه وسمسم ودخلتها الفرن، بس للاسف نسيت بصراحه يعني. انا افتكرت دلوقتي وانا بمنتج معاكم الفيديو. وعلى فكره اللحمه دي لو انت مش بتحبي اللحمه الضاني تقدري تعمليها بلحمه عاديه، يعني بلحمه بقري او بلحمه جاموسي عادي. ده كده بقى شكلها. بس هي كانت ايه، كانت لسه طالعه من الفرن بس كانت هديت شويه، كنت سبتها في الفرن بقى لان انا كنت بعمل حاجه تانية مع معاها في الفرن. هتشوفوا هي ايه دلوقتي، بس انا جايبه لكم كل حاجه بالتفصيل عشان تبقى الوصفه من اولها لاخرها كده. انا طبعا كنت عامله معاها ايه، كنت عملت معاها رز بالشعريه. انا من الناس اللي لما معتمده الباميه بالعيش والمخلل وكده. لاول مره كنت اكلها بالرز، بس بصراحه عجبتني جدا، وان شاء الله دايما هكرر الباميه مع الرز. ممكن ناس كتير تقولك احنا على طول بنعملها كده، بس انا للاسف ما كنتش باكلها كده. ده بقى في التوقيت اللي انا كنت بعمل فيه اللحمه كانت بتستوي. كنت انا بعمل ايه، كنت انا بسلق مكرونه عشان اعمل مكرونه بلبن. دايما يا بنات تلاحظوا معايا في روتيناتي اما باجي اعمل الغداء اعمل معاه العشاء او حلو في نفس الوقت، لان انا من الناس مش بحب جدا اقف في المطبخ بالليل. المغرب اول ما يأذن كده هتلاقيني بقول مش طايقه ان انا ادخل ايه المطبخ. بصراحه انا بتاعي الصبح بقى اصحى الصبح اعمل واخلص كل اللي ورايا، وبعد كده ما عدتش ادخل المطبخ خالص. سبتلك بقى المكرونه. نرجع للمكرونه بلبن. ممكن تشوفوا طريقتي غريبه شويه، بس دي طريقه ماما وانا بحب الطريقه دي جدا. سلقت المكرونه كويس جدا جدا، يعني الميه كل ما تنشف واحس ان هي لسه مستوتش قوي سلقت، احط لها ميه تاني لحد ما اتسلقت. بعد ما اتسلقت بقى هعمل ايه، نزلت عليها باللبن.
انا حاطه حوالي 350 جرام من المكرونه. الكيس الكبير ده حطيت تلته كده، نزلت عليها بالسكر، ونزلت عليها طبعا مش حاطه زيت ولا اي حاجه، بالسكر وشويه كده من جوز الهند وشويه من الفانيليا زي ما انتم شايفين كده. بصراحه انا طول ما انا بقلب فيها كده ببقى اقعد اكل فيها، انا بحبها كده جدا. النهارده بقى اليوم اللي يتقال فيه ايه، يا نهار طواجن. يعني انا إيه، عشان احط الحاجه في الفرن احطها لوحدها، لا انا اشوف لي حاجه تانية العشاء او الحلو ادخله برضو معاه في الفرن، يبقى كله مره واحده. فانا ما شاء الله الثلاث طواجن عندي في اليوم ده كانوا شغالين يعني. ده طقم كنت جايباه مع بعضه، وكنت صورته معاكم في فيديوهات من زمان، ممكن من سنه او اكتر شويه او اقل. الطاجنين دول بقى على فكرة هم مش كبار قوي، يعني دولت وسط وصغير، يعني الصغير ده يكفي فردين والتاني يكفي 3 أو 4، عشان بس المنظر يعني. حطيت بقى حتة سمنة وحتة سمنة بلدي وحتة قشطة كده، وحطيت ايه الزبيب. لو انت مش عايزة الزبيب يتحروق زي ما انت شايفين كده بغطسه في اللبن. يعني دايما لازم المكرونة بلبن عندي تكون جوسي كده وفيها الصوص، ما احبهاش تبقى ناشفة، يعني لما تدخل الفرن وتخرج ما احبهاش المكرونة تكون شاربة كل اللبن. فعشان كده بسواها حلو جدا جدا في الميه، وما برميش الميه بتاعت سلقها، لان الميه دي بيبقى فيها نشا، فهي دي اداه الربط اللي بتربط المكرونه في بعضها، وفي نفس الوقت بتكون المكرونه جوسي ما تبقاش ناشفه. هنا بقى حطيت قشطه اللي هي قشطه وش اللبن، وحطيتها بقى في التوقيت ده مع الطاجن اللحمه بالباميه. شايفين بقى شكلها. بصوا التاني الطاجن التاني اللي هو الصغير ما قدرتش انا اصوره، ما شاء الله بألف هنا اتاكل على طول يعني. لكن ده بقى كنت بصوره لكم بالليل واحنا هنتعشى بيه. بصراحه شايفين اللبن ما شاء الله طعم الجوز الهند بيبقى طعمه حلو جدا، احنا بنحبه بقى كده. يلا بقى لو انت اول مره تسمع عن مكرونه بلبن، هي معروفه بس مش قوي، معظم الناس بيعملوا اللي هي العزيزيه، لكن احنا بنحب المكرونه باللبن دي قوي. حلو، بتبقى حاجه حلوه والاولاد كمان بيحبوها، وبتبقى برضو تنفع زي ما قلت لكم عشاء. يا رب بس كده الفيديو بتاعي يكون خفيف ولطيف عليكم، ما طولتش عليكم في الفيديوهات، وعملت الوصفة زي ما انتوا حابين، وعملتها برضو في الروتين. واتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسونيش بدعوة حلوة من قلبكم، ما تنسونيش بلايك، ما تنسونيش لو انت اول مرة تشوف القناة بالاشتراك. ومع الف مليون سلامة.